السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين واجازة سعيدة عليكم وعلى اولادكم. خلاص بدأنا الاجازة وبدأنا ان احنا نفكر كده حاجات للاولاد وتكون مغرية ليهم وكمان تكون حاجة اقتصادية وفي نفس الوقت تكون طعمها حلو. هنعمل ايه؟ هنعمل حواوشي كده فظيع، اللهم بارك. يعني هيكون احمر كده وطري ومستوي وحاجة كده، يعني كأنك كده شارياها من أحسن مطعم. أول حاجة كده بنسمي الله قبل ما نبدأ نعمل أكلنا. معايا كيلو وربع من الدقيق، معايا نص لتر من المية على لبن، ومعايا خميرة عادية ممكن تستبدليها بخميرة فورية، معلقة ملح، نص معلقة من السكر. ولازم ندوب كل المكونات بتاعتنا كويس جدا. بقالي فترة طويلة ما نزلتش فيديوهات، كل ما أعمل فيديو يتمسح نصه. معرفش العيب فيا ولا في الموبايل، ولكن الحمد لله على كل حال. ولكن عشان انزل نص فيديو يبقى انا كده مش هفيد حد بالفيديو، فقلت خلاص ملهوش لازمة ان انا انزل الفيديو بتاعي. المهم كده ان الحمد لله، يلا بينا ندخل الفيديو بتاعنا الحلو ان شاء الله النهارده. فيديو خفيف كده جميل، وكمان خارجين بقى من العيد كده، لو عندك حتة ليا كده وحتة لحمة مفرومة أو حتة لحمة تقدري تفرميها، تعملي كده عظمة من الحواوشي. معايا بقى المية باللبن بالخميرة، ده أول حاجة بننزل بيها. وننزل بشوية بشوية كده علشان مش عارفين الدقيق بتاعنا هياخد المية كلها ولا لأ، لأن على حسب نوع الدقيق بيستخدم مية كتير وفي نوع تاني بيستخدم مية قليل. تقدري كمان تشتري عيش اللي هو برده يكون حجم صغير، وتعرفيه ان هو هتعمليه للحواوشي، وتعملي عجينة اللحمة فقط لا غير، وتحطي في قلبه. ولكن الطعم خيال انك انت تعجني في بيتك كده، تبقي واثقة من الحاجة اللي انت عاملاها. وكمان العيش مع اللحمة كده بيتطعم وبيكون طعمه حلو. انا هنا عايزة العجينة بتاعتنا تكون لابسة وطرية. يعني ايه لابسة وطرية؟ يعني ان انا اخدمها كده وافضل التها كده، احط ايديها في المية لما احس ان هي خلاص استكفت من المية، ولكن عايزة اعمل لها عرق عشان لما افردها تستحمل كده معايا القلب في الطاسة، عشان اسويه على الطاسة. وتقدري كمان تسويه في الفرن. المهم كده العجينة بتاعتنا كانت خلاص اللهم بارك، بدأت تلم. في الوقت ده انا عندي هنضيف معانا ربع مج من الزيت. الزيت هنا بخلي الرغيف بتاعنا خفيف ولونه كمان يكون ذهبي وحلو. استخدم الزيت اخر حاجة عشان اسلك بيه ايديا، وفي نفس الوقت تكون العجينة بتاعتنا كده بتلمع وتكون حلو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتاعتنا بدأت، أول ما حطيت الزيت تحس إن هي بدأت تفكك كده من بعضها، ولا أي حاجة خالص. 5 دقايق كده هنحط في أرضية الصينية بتاعتنا أهو، البولة على حسب ما بتعجني، ونمسك العجينة شمال ويمين كده ونديلها على الأرض، أو تقفي كده وتعجنيها على الرخام. أنا هنا كنت حاطاها على السفرة وبعجن وأنا واقفة. المهم إن العجينة بتاعتنا لازمًا نخلّيها كده ناعمة، تكون حلوة. في الآخر بنضيف عليها معلقة من الزيت علشان تفضل كده ناعمة وطرية وما تقشّفش معانا. نيجي بقى معانا على البصل. البصل هنا هنستخدم معانا للحشوة بتاعة الحواوشي بصل وفلفل وجزر، وهنستخدم معانا كمان فلفل ألوان، والتوابل بتاعتنا خلّيها في الآخر. المهم كده معايا البصل بتاعنا بنقطّعه كده بالسكينة. طب ليه ما عملتش بالكبة أو ليه ما عملتش بالمفرمة؟ أنا عايزة البصل كده يكون ملامحه واضحة، علشان لما نحطه كده في قلب الرغيف مع اللحمة بتاعتنا تخلي اللحمة كده مفرودة. يعني كل ما البصلة بتاعتك كانت ملامحها واضحة كده معاكي وانت بتفردي اللحمة في الرغيف، هتلاقي اللحمة كده ظاهرة في قلب البصل، فتلاقي البصل كده متوزع في قلب الرغيف، واللحمة كمان متوزعة في قلب الرغيف ما تنكمش. يعني لو بشرنا البصل أو عملناه بالكبة كده ناعم خالص، هتلاقي اللحمة كده انكمشت مع البصل وعملت كده كتلة في نص الرغيف. معنا بقى الفلفل الألوان بنقطعه كده قطع صغيرة خالص علشان يطعم معانا كمان اللحمة. معايا 3 جزرات هنا جنى كانت بتبشرهم، وكمان اللحمة أنا بشراها، يعني كانت فكة ولكن كانت واقفة على حاجة بسيطة، فبنبشرها كده بالمبشرة. ترجع بقى اللون بتاعها يكون كده كأنك لسه شارياها فريش، وفي نفس الوقت كده ترجع تخليها كده الكتل بتاعتها متفككة مع بعضها. معايا هنا بقى نص ربطة من البقدونس، ومعايا هنا بابريكا وقرفة وفلفل أسود، ومعايا إيه تاني، كمون. وهنزود بقى أكيد معانا الملح.
ننزل بقى بالجزر بتاعنا، والجزر هنا بيخلّي اللحمة بتاعتنا كده حلوة ومسكّرة، مسكّرة كده يعني تكون طعمة كده وحلو. آخر بقى حاجة هنضيفها معايا الزيت والبيكنج باودر. هنا الزيت علشان يسوّي قطعة اللحمة معايا في قلب الرغيف، يعني قطعة اللحمة مع البصل كده مع المكونات بتاعتنا لمّا نحطها في قلب الرغيف ونضغط على الرغيف بتاعنا كده، الزيت يسوّي معانا اللحمة، فما ناكلش حاجة تأذي معدتنا وتكون حاجة كده متشوية على الفاضي أو متسرعة كده على النار. آخر حاجة ضفتها معايا نصف معلقة من البيكنج باودر، ودي بتخلي قطعة اللحمة مفرودة في قلب الرغيف. هنا بقى بكور معايا اللحمة بتاعتنا، وده بيسهل معايا في الفرد الرغيف، بتكون خلاص اللحمة عارفاها كام كورة، وفي نفس الوقت نقدر نقطع العيش بتاعنا بتاع الحواوشي على قد عدد الكور، أو بتكون سهلة علشان إيدينا ما تتبهدلش إن إحنا ناخد من اللحمة وبعد كده نحط على الرغيف. هتلاقي الرغيف منظره كده مش طبيعي من برّه، فإحنا إيه كده بنختصر من الوقت بتاعنا. هنا بقى العجينة بتاعتِك عشان تختصر من الوقت الخُمر، حُطّي عليها ورقة السلوفان. ده السلوفان معروف إن هو بيدّي حرارة، فحُطّي ورقة السلوفان على وش العجين بتاعِك، وحطيها كده على دفاية سرير، نُصّها تحت ونُص فوق، 10 دقايق، ربع ساعة بكتيره هتلاقي معاكِ العجينة بتاعتِك اختمرت. شايفين العجينة بتاعتنا اللهم بارك، خمرت، يعني بعد إحنا ما جرّسناها كمان ورفعت كمان معانا وزادت الخُمر. هنا بنفرد بقى يا دوب بس بنفرد كده معايا العجينة ونحط كورة اللحمة، وأهم حاجة بنقفل القفل بتاع العجينة بتاعتنا كويس، علشان لمّا نرجع نفردها ما يكونش اللحمة بتاعتنا خارجة منها. وبنفرد هنا على الضهر مش على الوش. شايفين أنا باخلّي الوش هو. عايزين كده اللحمة بتاعتنا تكون مفرودة كده في الرغيف، اعملي الطريقة دي، بلاش تفردي وتحطي النُص وتعملي سمبوسة، ما فيش الكلام ده، اعملي زي أنا باعمل كده على طول. أنا هنا في الوقت ده هنعمل معايا التلتين عيش اللهم بارك، ما شاء الله شايفين اللون كده. النار بقى بنيجي عليها بتكون متوسطة، وبنقلّب على طول، يعني أول ما تشمّع معاكِ تقلّبي من فوق ومن تحت، كل شوية تقلّبي كده 3، 4 مرات من فوق ومن تحت لحد لمّا يستوي معاكِ ويكون حلو. اوعي تستعجلي وتعلّي النار بتاعتِك علشان ما يكونش اللحمة بتاعتِك نيّة من جوّه ويأذيكِ، خلّي النار بتاعتِك متوسطة. نيجي بقى على الفرد بتاعنا، افردي على ورقة زبدة أو على الإسترتش اللي هو البلاستيك الفرد ده، ده بيسهّل معاكِ إنِّك تعرفي تقلبي الرغيف. شايفين الحواوشي؟ اللهم بارك يا سيدي، ادّي له ادّي بقى. أيوه، أول بس ما يبدأ كده نحس إن هو اتشمّع لازمًا تقلّبي، وهنا بقى لازمًا نضغط على اللحمة بتاعتنا علشان تتسوى من جوّه. هنا بقى زي ما باورّيكم كده إن أنا باعمل الرغيف، باقلبه واشوفه إن هو مفتوح من برّه والّا لأ. هنا بقى الأولاد بقى ما شاء الله الريحة بقى طلعت عايزين ندوق يا ماما، قسمت لهم كده رغيف وإحنا بنكمّل، بنضغط كده على اللحمة عايزينها تستوي زيّها زي الرغيف بالضبط. كل بقى ما تتّكي هتلاقي سوايل بتنزل منِّك كده بسيطة جدًا. أيوه، هي دي اللي إحنا عايزين إن إحنا نسوّي معانا قطعة اللحمة وتكون مضبوطة. شايفين أبيض وباقلّب من فوق لتحت. هناخد بقى الاتنين مع بعض وأحطّهم في الطاسة اللي هي بتكون ضيّقة شوية بتكون حلو. أمّا هنا حطّيت على الوش كده حبّة البركة وسمسم، الاتنين بيكون حلوين كده في الرغيف الحواوشي. اللهم بارك. شايفين كده الورقة بتاعتنا بتاعة السيليكون كانت سهلة كده وأنا باقلب معايا رغيف الحواوشي من غير ما يتبهدل منّي ولا يتقطّع منّي ولا أي حاجة خالص. يا سيدي حُطّوا بقى اللايك لو وصلت معايا بالفيديو لحد كده. طب لو أنتم شايفين الرغيف لسه طري أهو، يا دوب متشمّع ولا أي حاجة، اقلبي على السريع علشان ما تدّيش فرصة إن الرغيف يقِب منِّك وما يستويش. عايزين اللحمة كده تستوي من فوق ومن تحت. طب لو أنتِ بقى هتسوّيه في الفرن، هتدهني الصاجة بتاعتِك زيت من تحت ومن فوق، ولو عندِك حتّة ليّة بقى يا سيدي ادّي له ادّي بقى مع حبّة الزيت وأنتِ دهناه بالطاسة كده، بتحطّي كمان حتّة ليّة هتاكلي أجمل حواوشي. يا سيدي على اللي عنده حتّة ليّة أو دهن من الأضحية، واللي ما عندوش ربنا يرضيكِ يا رب ويخلّيكِ إن شاء الله السنة الجاية تضحّي ولو كانت بمعزة صغيّرة. هنا بقى كان خلاص يعني مش دي الكمية كلّها يعني، فأكيد في أولاد وعايزين يدوقوا شايفين. بس إحنا لو فكّرنا إن إحنا نشتري كمية أكل من برّه، فهتلاقي الأضعاف أضعاف. دي حاجة أنتِ عاملاها في بيتِك واثقة منها. حُطّي لنا بقى اللايك وما تنسيناش بدعوة حلوة. أسيبكم في رعاية الله.